مسائل الحكم والمواعظ والامثال والقصص، الامثال اللي احنا بقينا نسمعها في حياتنا اليوميه من غير ما نعرف هي جايه منين ولا اصلها ايه. المثل اللي هو بسبب الحياء اللي بيخسرك كل حاجه. المثل اللي احنا بنقول اللي اختشوا ماتوا. عارفين المثل ده جاي منين؟ تعالوا نعرف اصل الحكايه بعد الفاصل. اصل الحكايه ان هي كانت من ايام زمان، كان في حمامات عامه الناس كانوا بيروحوا يستحموا فيها، عشان كان الحمامات كانت نادر جدا في البيوت. فجي في يوم حصل حريق كبير جدا والنار دخلت جوه الحمام، فالستات اضطروا ان هم بعضهم يخرجوا، ان هم يطلعوا من الحمام من غير تفكير ويجروا، والبعض التاني اتكسف انه يخرج بالوضع دوت. للاسف الشديد ماتوا. فكان بسبب حيائهم وكسوفهم اللي هم اتكسفوا ماتوا، واللي هم خرجوا من غير ما يفكروا وجريوا اتنجوا. ومن هنا جه المثل اللي اختشوا ماتوا. هل فعلا الحياء بيسبب خسائر كتير؟ ولا الحياء نوعين، في فرق بينهم، بين الحياء اللي هو بيحافظ على كرامة الإنسان والحياء اللي هو ممكن يخسرك حياتك كلها؟ انتوا بقى قولوا لي في التعليقات، هل لسه المثل ده موجود لغاية دلوقتي ولا لا خلاص بقاش موجود؟ وهل فعلا تعرضت لمواقف عرضتك لحياة وخسرتك كل حاجة؟ يا ريت تقولي في التعليقات. وبكده خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقة جديدة ومجال جديد للكلام. ومن الآخر حسام حسن بيقدم محتوى من الآخر فاخر. سلام.